السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معكم الوصفه تاع السفنج اللي بزاف هايله. راح تجيكم خفيفه، تجيكم معلكه، تجيكم مقرمشه، تجيكم كيما ليبونج. هذه الوصفه بزاف رائعه، خطوات سهله، راح تحصلي على اروع السفنج اللي رايحه ديريه. شوفوا البنات، راح يجيكم طالع الله الله. اذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم. روحوا دوكا طريقه التحضير. الحاجة الأولى نحتاجو مغرف صغيرة تاع سكر ومغرف كبيرة تاع خميرة تاع الخبز. نحتاجو هنايا 2 كيسان تاع ماء يكونوا دافيين. حنكتب لكم المقادير تحت في صندوق الوصف. نخلطوا هكذا المكونات البنات حتى نتحصلوا على خليط. حتى تدخلنا الخميرة مع الماء يكون دافي. نزيدو هنايا 2 كيسان تاع فارينة. هذيك الخطوة الأولى. هذا الكاس الثاني. ونخلطوا كلش بالفوي حتى الحبيبات هذوك تاع الفارينه ولا لي غريمو تاع الفارينه يروح لنا. تشوفوا الخليط تاعكم يكون كيما تاع البغرير، يعني تقريبا العجينه تكون خفيفه. نخلطوا مليح هكذا بالفوي. واللي دخلت جديده نقولها مرحبا بك، ما تنساش تخلي لي اشتراك. شوفوا البنات، المرحله هذه بعد ما خلطت الخليط تاعنا نغطيه ونخليه يريح حوالي 10 دقائق حتى 4 ساعات. شوفوا البنات، هنا بعد ما ريح لي وضعف لي الحجم، نزيدو الكاس الثالث وهذا الملح يعني حسب الرغبة، ونزيدو الكاس الرابع، يعني نحتاجو 2 كيسان ما دافين و4 كيسان تاع فارينة. وهنايا غير بالمغرف تاع اللوح، يعني بلا ما نديرو يدينا. كما راكو تشوفوا نحاولو ندخلو الفارينة مليح مع الخليط الاولاني. يعني خطوات بزاف سهله، راكي راح تحصلي على اروع السفنج. انا ما داليش كامل الوقت باش حضرته. شوفوا البنات، حاولوا انكم يعني تضربوا هكا بالمغرف، يعني لانه الهواء راح يساعدوا بزاف باش يجيكم خفيف وراح يدير لكم الفقاعات. هنايا البنات بعد ما خلطته مليح كيما شفتوا نغطيه ونعاود نخليه يريح ولا يخمر مده 10 دقائق حتى 4 ساعات، يعني هذه الخطوه الثانيه. شوفوا البنات، هنايا بعد ما طلع لي دوكا باش نستعملو يدينا، يعني هذه العمليه في بلاصه الدلك. نهبطوا الخميره تاعنا بشويه. شوفوا حتى تحسوا دارت لكم خطوط. ومن بعد نبقى هكذا البنات ندخل لها في الهواء مليح حتى نتحصلوا على عجينه تكون ليس مليح وتكون مطلوقه شويه. هنا بعد ما ضربتها مليح البنات، شوفوا نغطيها ونعاود نخليها تخمر للمره الاخيره حوالي 10 دقائق حتى 4 ساعات، على حسب التدفئه اللي راكي رايحه تخمري فيها العجينه تاعك. شوفوا البنات، هنايا خمرت لي، يعني طلعت لي. نديرو يدينا ضروري في الزيت، والبلاطو تاعنا يكون فيه الزيت. شوفوا البنات، راح ندير لكم خطوط وكي تكونوا يعني ضربوا فيها تحسوا بالفقاعات في العجينه تاعكم. نديغازيو العجينه تاعنا، نهبطوا لها الخمر، ومن بعد هكذا يا البنات نبدا نشكل فيها دوائر يكونوا متوسطين الحجم. اذا حبيتي يعني السفنج تاعك يكون صغير شويه، صغري في العجينه كما راكم تشوفوا. يكونوا هكا صغيورين. كل خطره على خطره نديروا الزيت في يدينا ونشكلوهم دوائر كما راكم تشوفوا البنات. انا تحصلت على 8 حبات متوسطين الحجم. اذا حبيتيهم صغار كما قلت لك تقدري تصغري في العجينه. خطوه بزاف سهله، تبعوا برك الخطوات والمقادير راح تنجح لكم يعني 100%. شوفوا البنات، هنايا نكمل حباتي والزيت راهي تسخن من جهه باش نبدا نقلي يعني ديريكتومون. شوفوا البنات، يعني غير حطيتهم راهم ديجا نتفخوا لي ويبداو يخمروا لي. شوفوا البنات، نحاولوا اني نثقبهم في الوسط، نرفد العجينه باش نثقبها باش ما تهبطناش الخميره. انا نوري لكم يعني قد ما تقدروا تفتحوها مليح ونديرها الطيب. شوفوا البنات، يعني غير درتها في الزيت راهي بدات تطلع لي ما شاء الله. شوفوا دارت لي الفقاعات، جاو بزاف مقرمشين.
وكي ياخذ اللون ذهبي البنات نقلبوها، الزيت ديروها على نار متوسطة وخلوها حتى تسخن مليح، ما تزيدولهاش للنار لأنه راح تطيب لكم من برا ومن الداخل راح تبقى لكم خضرة. شوفوا البنات هنايا كيفاش طلع لي ما شاء الله، هنا نقرب لكم الصورة فقط باش تشوفوا، يعني جاني هايل وجاني معلق، يعني الخطوات عطات النتيجة تاعهم. دوك نزيد هنايا حبة أمامكم، نفتحوا العجينة في الوسط يعني نثقبوها غير بصبعتينا، ومن بعد نفتحوها دائرة كيما راكم تشوفوا ونديروها مباشرة في الزيت، ما نثقبوهاش في البلاطو البنات لأنه راح تهبط لكم الخميرة. شوفوا البنات كيفاش هنا تقلى الله الله. هذا هو السفنج تاعنا البنات بعد ما كملت طيبته كامل ودالي لون ذهبي. شوفوا البنات راح يجيكم بزاف خفيف ومقرمش وزيد يجيكم معلك الله الله ويجيكم حتى خفيف كيما ليبونج. تبعوا برك المقادير والخطوات راكم رايحين تنجحوا فيه 100%. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم والوصفة تاعنا، نتمنى تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.